الاندومي والبيبسي. شاطرة يا حنين، شاطرة ان انت عمالة تاكلي الاندومي والبيبسي، وبابا برضه عشان نخليه يفضل يجيب لك ويجيب لك. يلا كلي. بقول لك هاتي لي دستين كمان وهاتي 10 كيس اندومي كبار. اكلتي بقى كام كيس على النهارده كده؟ كرتونتين وكام ازازة بيبس؟ 10. شاطرة، يلا كملي. يلا. بحبه قوي. هو اعمل لك كيسين بسرعة. وين؟ استني هنا. كيسين اللي هتعملهم لها؟ فين يا بابا؟ حرام عليك يا بنتي، الاندومي ده هيضيعك، كتره هيضيعك. انت ايه مش خايفه على نفسك وانت مش خايفه على اختك؟ يا بابا لا سيبها، دي هتبقى قوية. قويه؟ بقول لك ايه؟ كلي. هاتي طبق الاندومي ده وهاتي وهاتي ازازه لا مش هتسيبك. يا بابا سيبها. هاتي ازازه البيبسي مش دي. هتسيب حاجة. بقول لك اوعي. بقول لك ايه؟ اخر مره واول مره اشوفك تكون بتاكلي فيها كميه الاندومي والبيبسي دول. يا بابا سيبها. مالكيش دعوه. مالكش دعوة بيا، أنا هفضل آكل لغاية لما بص أبقى وقت البيت ده كله. خش جوه، خش جوه. وانت بقى تعالي هنا. المفروض ان انت تشجعي اختك ان هي ما تاكلش، مش تشجعيها ان هي تاكل. اكيد في حاجه في دماغك انا مش عارفها. هي يا بابا بس بتحب الاندومي شوية وهي عاوزة بيبس، انا بفرحها يا بابا. بتفرعيها؟ يعني مش عشان خاطر حاجه تانية؟ لا طبعا. ماشي ماشي يا نانا. على العموم بكره المستخبي يبان، واول واخر مره تجيبي لاختك بيبسي واندومي. ماشي؟ يا بابا ماشي. هو في إيه يعني ايه ده؟ انا بقى هنزل اجيب لها ازاز. تعالي يا حنين. انت عارفة يا بنتي يا نانا، لو ما جبتليش 10 اكياس اندومي و10 ازايز بيبسي اقسم بالله طلعت. حاضر، بس انا عاوزك مع كل كيس اندومي ازازة بيبسي كاملة. حاضر. ماشي انا هنزل اجيب. انزلي يا بنتي. ايوه جبت لها الاندومي وجبت لها البيبس وحطيت فيه ايوه الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها، عشان انا زهقت منها. كل الناس بيحبوها اكتر مني واشطر مني وانا زهقت. طيب ماشي. طب اقفلي الفلاش عشان هي دخلت. ايه يا حنين كنت لسه اندومي. واهو كمان ازازه بيبس. ماشي. بس اياكي تقولي لبابا عشان لو عاوزه اجيب لك كل شويه كيس. ماشي. خبي خبي خبي. برضه يا نانا، برضه ما سمعتيش كلامي وجبت لاختك اندومي وبيبسي؟ يا بابا حرام عليك يا نانا. انا مش مصدق موضوع ان هي صعبانه عليك. ده انت من كام يوم كنت لسه متخانقه معاها عشان جابت درجات في الامتحان اكتر منك، فجاه بقيتي بتحبيها كده. يا نانا انا في حاجه في دماغي وخايف تكون انت بترتبي لها. طبعا لا يا بابا، هي بس بابا تعرف مش الترم التاني انا نجحت وهي سقطت. ما انا عشان كده وهتعيد تقريبا السنة؟ شاكك. ما انا عشان كده تقريبا شاكك. خش يا نانا لا دلوقتي. يا بابا طبعا. نانا نعم. خش دلوقتي وانا شويه واناديلك. حنين الشرب ده كمان. يلا خش دلوقتي. بس انت هتعيد السنة كمان. حنين نعم. انا خايف يا حنين تكون انا بتعمل معاكي كل ده وبتاكلك كتير عشان تبقي مفجوعه وتنسي المذاكره وتحب الاكل. على فكره دي ممكن تكون بتعمل كده. يا حنين انا عايزك تفضلي متفوقه. بس يا بابا انا بص، انا بقالي يومين ما بذاكرش. شفتي؟ علشان كده تقريبا هي بتعمل وانا كده. كنتش متعودة على ان انا كل يوم ما اذاكر. اول ما اصحى من النوم امسك الكتاب واكله. عشان خاطري ساعديني وساعدي نفسك ان انت تبطلي اكل وشرب بيبسي. ماشي؟ هاتي طبق الاندومي ده يا حبيبتي وقومي امسكي الكتاب وذاكري. يلا. انا خايف ان انا تكون بترتبي كده، ساعتها مش هسامحك مهما عملتي. يا رب يسترها يا رب. مش عارفة اذاكر حاجة، انا دماغي متلخبطة. لما كنت بذاكر كنت بحفظ الدرس في ثانية، كنت مش عارفة اذاكر حاجة. مش فاهمة حاجة. يا حنين مش عارفه تذاكري؟ خالص. يعني انا كنت يعني من يومين اللي فاتوا دول كنت بذاكر الدرس في ثانية وبفهمه في ثانية. اقول لك ليه هتلاقيكي جعانه. صح عندك حق. عامله لك طبق اندومي ومعاه ازازه بيبسي. خشي كليهم في ثانيه. هما فين؟ هاتهم لي جوه. ماشي. احسن. الحمد لله. الحمد لله. شكلي كده واختي هتبدا تنجح. الحمد لله. كلي وعايزاكي تشربي ده كمان. يلا بسرعه.
طعم حلو قوي. احسن مش طايقاكي. يلا يا حنين كلي. الحكايه كده، انا كنت متاكد وواثق ان انت يا نانا بتدبري الكل ده عشان بتغيري منها، بس انا لازم انقذ بنت حنين منك، وهعمل المستحيل عشان انقذك. ماشي يا نانا ماشي. اذاكر ولا اكل؟ اذاكر ولا اكل؟ حصل جت لي حنين، مستحيل تعرفي تركزي في المذاكره وانت بتاكلي. يا حنين فوقي بنفسك. حنين الاولى على الجمهوريه، حنين الشاطره اللي كله بيسقف لها وهي لما بتقوم في الفصل والناس كلها بتنبهر بيها. حنين اللي بتساعد زمايلها في الدراسه عشان خاطر هي اشطر واحده فيهم. ركزي يا حنين. يا حنين انا عشان بغير منك عايزه اضيعك عشان خاطر يا حبيبتي. سيبي الاكل وذاكري. يلا يا حنين ذاكري. يا رب احفظها لي يا رب، وابعد عنها كل اللي بيأذيها. ذاكري وانا هجيب لك بالدليل دلوقتي ان نانا هي اللي عملت فيكي كده عشان خاطر تبقي مش شاطره وهي تبقى اشطر منك والناس تبطل تعايرها بيكي. خلاص ماشي. ذاكري يا حبيبتي ذاكري وانا جاي لك حاجه. يا بنتي خلاص مش هتعرف تذاكر تاني. الحمد لله. طب اقفل بابا داخل. ايه يا بابا؟ قفلت ليه يا نانا؟ ومين دي اللي مش هتعرف تذاكر تاني؟ اختك صح؟ لا. اختك اللي انت اتفقت عليها انت وصاحبتك عشان تاكل كتير وتنسى المذاكره. اختك اللي انت دبرت بنفسك خطه عشان خاطر تبقى فاشله زيك، عشان خاطر انت صعبانه عليكي ان هي تبقى ناجحه وانت لا. عمرك طلبت منها ان هي تساعدك في المذاكره وهي رفضت؟ ليه بتعملي معاها كده؟ ليه مش حنينه على اختك وليه مش بتدافعي على اختك وليه مش عايزه تشوف اختك احسن الناس؟ يا بابا بصراحة عشان كل اصحابي بيعايروني ليه؟ يا سقط يا سقط واختك هي اللي ناجحة. وتفتكري ليه؟ عشان هي فعلا ناجحه. بدل ما تبقي زيها تقوم جايه تضريها وتخليها زيك. اخصى عليكي. كان نفسي ان انت تساعد اختك وتفرحي بنجاحها. يا بابا انا زهقت منها. كل اصحابي بيقعدوا يتريقوا عليا. انا زهقت. ودلوقتي بقى يعني لما هي بقت مهمله في دروسها انت كده نجحت وبقيتي شاطره. نانا لو عندك حته ضمير صغيره لسه صاحيه فيكي تقومي دلوقتي تصلحيها وتقومي دلوقتي تعترفي لها بكل حاجه. ده لو لسه فيكي حته ضمير صاحيه. انا حاسه ان انا عملت ده غلط. هقول ان انا اسمع كلام صاحبتي. انا غلطانه. انا لازم اقوم اصالحها. انا قايمه اصالحها. مش عارفه اذاكر. انا مش عارفه اذاكر. الدروس بقت صعبه قوي وانا مش عارفه اذاكر. حنين نعم. انا عاوزه اقول لك على حاجه بس إيه؟ ما تزعليش مني. هو انا بصراحه حطيت لك حاجه في الاندومي والبيبسي عشان انت ما تعرفيش تذاكري، عشان كل اصحابي بيقعدوا يقولوا لي اختك ناجحه وانت اللي فاشله ويقعدوا يغنوا لك. كده ان انت مذاكره. ما تزعليش مني يا حنين. واحد طب اللي تعملي فيها كده. طب وليه يا لانا؟ طب ليه مش فيه يعني اختك بقت واحده ناجحه وانت تبقى ناجحه زيها وليه ما بتجتهديش؟ طب وليه عملتي فيا كده يا لانا؟ ما تزعليش مني يا حنين. ماشي انا سامحاكي. حنين من هنا رايح انت هتذاكري. خلاص ماشي. يلا.